أعزائي الطلاب على جميع مستوى الجمهورية، طلاب المرحلة الإعدادية، أهلا ومرحبا بيكم في قناتنا الخطة السرية للدراسات الاجتماعية. حبيبي يا صديقي، حبيبي يا صديقي، حبيبي. طيب بص بقى يا برنس، احنا هنكمل على طول. سهول البحر الأحمر سهول غنية بالثروات المعدنية ومصادر الطاقة، صح. عايز أقول لك الدليل على كده إن الجبال لونها أحمر. أنت عرفت إيه الجبال لونها إيه؟ طيب، تتميز السهول الساحلية على المطلة على المحيط الهندي بالضيق في دولة كينيا. سؤال أخبث من الخباثة، أخبث مني. سؤال خبيث جدا، أخبث من الامتحانات اللي أنا بجيبها، خبيث جدا. هي دولة كينيا أنا عارف إن السهول بتاعتها ضيقة، بس أني سهول يا أستاذ؟ أنا هنا بتكلم على السهول الفيضية، ولكن في السؤال بيكلمنا على السهول الساحلية. فشايف الضربة جاية لك منين؟ فأقول له غلط، هي مش السهول الساحلية، هي السهول الفيضية. لأن السهول الساحلية اللي بتبص على المحيط الهندي، ولكن السهول الفيضية اللي بتبص على بحيرات ايه يا ولاد؟ على بحيرات بحيرة فيكتوريا. فهنقول له غلط، وهي ايه يا ولاد؟ مش السهول الساحلية، السهول الفيضية. تعد جزيرة مدغشقر أكبر جزر قارة أفريقيا. يعني جزيرة مدغشقر أكبر الجزر، هي فعلا أكبر الجزر. طيب، اتساع كبير وارتفاع قليل، دي هضبة ايه يا ولاد؟ هضبة شمال. هضبة شمال ايه يا ولاد؟ هضبة شمال أفريقيا. طيب، الهضبة التي تعد المنبع الدائم من غير ما افكر، طالما قال لي منبع دائم يبقى هضبة البحيرات الاستوائية. هضبة البحيرات الاستوائية. طيب يا ولاد، بيقول لي ايه بقى؟ انكسارات طولية في الجهة الشرقية 5/600 الأخدود الإفريقي العظيم. الأخدود الإفريقي العظيم، الأخدود الإفريقي العظيم. طيب، جبال تمتد من جنوب المغرب حتى تونس. يعني عايز أقول لك بيمشي في المغرب والجزائر وتونس. إيه الجبال دي يا ولاد؟ جبال أطلس. عايز اقول لكم ان انا اصلا كنت مسجل الفيديو ده دلوقتي، دوست على حاجه لغت التسجيل، فكل حاجه اتلغت. جبال تكونت نتيجه الثورات البركانيه يا ولاد. يعني كينيا دونكي، كليمانجارو يو ار دونكي، دراكنزبرج. صح صح. غلط. يا هو هنا ما قالكش في فين، ما قالكش في الشرق، ما قالكش في الجنوب. هو قال لك الجبال عموما، يبقى الجبال عموما اسمها الجبال الايه؟ البركانيه. شفت اسهل من كده؟ يبقى الجبال البركانية. سهول فيضية خصبة صالحة للزراعة تمتد في مصر والسودان. نهر النيل. دولة تقع شمال غرب جزيرة مدغشقر وتتكون من عدة جزر. ها جزر القمر. وجزر القمر دولة عربية تقع جنوب دائرة الاستواء، وهي الدولة العربية الوحيدة في قارة أفريقيا تقع جنوب دائرة الاستواء. طيب، استثمار الموارد المائية للبحار والمحيطات. هي البحار لونها أزرق والمحيطات لونها أزرق، واستثمار اقتصاد يبقى الاقتصاد الأزرق. يبقى الاقتصاد الأزرق. أنا عايز أقول لك حصص الحل صدقني يمكن مهمة، أهم من حصص الشرح، أو هي مكملة ليها يعني. تتميز هضبة الحبشة بخصوبة تربتها بسبب إيه يا ولاد؟ بسبب التفوح البركانية. أنا عايز هنا أفهمك حاجة. طبقات القشرة الأرضية يا ولاد، يعني احنا طبقاتنا تحتينا مليانة يا ولاد مليانة بمواد منصهرة بتشوف أكتر جزء ضعيف في الأرض تبدأ تخرج منه. لما بتخرج منه بتجيب معاها المعادن، لأن الأرض كلها معادن، الأرض في الباطن بتاعها كلها معادن. فلما بتخرج بالمعادن بتاعتها. لما يقول لك عندك قصر نظر، يلا كل جزر، انت دكتور الله اكبر، ولا الزم الحدود. يعني انا عايز اقول لك ان المعادن اللي بتاخدها من المحاصيل الزراعيه هي بتاخدها من من المحاصيل الزراعيه، والمحاصيل الزراعيه بتاخدها من التربه، والتربه بتاخدها من التفوح البركانيه اللي هي طلعت من ايه؟ البراكين يا ولاد. دي معلومه ليك يعني. تعد هضبة الحبشة المنبع موسمي. طالما قال لك منبع موسمي يبقى الأمطار يا ولاد في فصل إيه؟ الأمطار بتسقط
للامطار صيفيه. الهضبه الحبشيه دي هضبه اثيوبيه، الهضبه الحبشيه دي هضبه اثيوبيه، صيفيه شرقيه بركانيه، صيفيه شرقيه بركانيه، صيفيه شرقيه بركانيه، صيفيه شرقيه بركانيه ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين القمر ده؟ راحت. مين ده؟ تعرف هضبة البحيرات الاستوائية بأنها المنبع الدائم لنهر النيل. ليه يا ولاد؟ لأن الأمطار بتسقط مالها طوال العام. نشأة جبل كينيا وكليمنجارو يا ولاد ده نشأوا نتيجة ثورات بركانية. نشأوا نتيجة ايه يا ولاد؟ ثورات بركانية. طيب بيقول لك عايز أهمية الاقتصادية بالنسبة للصناعة ولا السياحة؟ طيب تعال نقوله بالنسبة للصناعة يا ولاد. قال لك بالنسبة للصناعة هي غنية بالثروات الايه؟ غنية بالثروات المعدنية. زي ايه يا مستر بقى الثروات المعدنية؟ زي حديد، ذهب، فضة، فوسفات يا ولاد. طيب مهمة ليه للسياحة يا مستر؟ قال لك مهمة للسياحة لأنها فيها مناظر طبيعية خلابة. طب تاني واو تحفة. فيها مناظر طبيعية ايه يا ولاد؟ خلابة، وفيها كمان أنشطة سياحية في المناطق الجبلية. طيب خصوبة تربة وادي النيل في مصر والسودان. ليه فيها خصوبة؟ لأنها يا ولاد ايه؟ تكونت من الطمي. طيب الطمي ده يا ولاد اللي هو تكون نتيجة ايه؟ التفوح البركانية اللي جه من الهضبة الايه؟ الأثيوبية أو الهضبة الحبشية، وجه وترسب على ايه؟ جانبي نهر النيل. ايه ده؟ يبقى خصوبة تربة وادي النيل يا ولاد هنقول له لأنها تكونت من ايه؟ من الطمي التي نقلته ايه يا ولاد؟ مياه نهر النيل من هضبة الحبشة لإيه يا ولاد؟ لمصر والسودان. الأهمية الاقتصادية للسهول الساحلية غرب البحر الأحمر، يعني شمال جنوب شرق غرب، أدي البحر الأحمر، فعلى الغرب بتاعه اللي هي السهول الساحلية غنية بالثروات المعدنية ومصادر الطاقة. يبقى الثروات إيه يا ولاد؟ الثروات المعدنية ومصادر الطاقة يا ولاد. طيب الأهمية الاقتصادية لسهول المحيط الأطلنطي إن هي سهول واسعة صالحة للزراعة تربتها خصبة. بقول له كده سهول واسعة صالحة للزراعة تربتها إيه يا ولاد؟ تربتها تربة خصبة. طب ما النتائج مترتبة على سقوط الأمطار طوال العام على هضبة البحيرات إيه ده إيه ده إيه ده؟ إيه ده؟ إيه اللي جابكم هنا؟ ماشي تعال نكمل الفيديو. سقوط الامطار طوال العام على هضبة. قالك ان هي اصبحت ايه يا ولاد؟ اصبحت منبع دائم لنهر النيل. طب الارتفاع الشاهق لجبل كليمنجارو ايه النتائج المترتبة على ان هو كده يا ولاد؟ قالك تكون الجليد فوق قمته. تكون الجليد ايه فوق ايه؟ قمته. تكون الجليد فوق قمته. لان احنا كل ما بنعلى 150 درجة متر قصدي بنقل درجة واحدة مئوية. يعني 150 نبقى 20، 300 هنبقى 19، 450 هنبقى 18. يعني كل ما نزيد 150 متر تمام هنقل ايه اللي يحصل؟ هنقل درجة واحدة مئوية يا ولاد. اقتراب جبال اطلس من ساحل البحر المتوسط. لما اقتربت بيقولك من النتائج المترتبة على ان لما حصل دي السواحل في الثلاث دول اللي هي المغرب وتونس والجزائر اللي مطلة على سواحل البحر المتوسط. يبقى ديك السهول الساحلية. طيب رقم 4 سقوط الأمطار الشتوية على السهول الساحلية للبحر المتوسط. سهلة يا أستاذ. إيه بقى بيقول لك رقم 4 يا ولاد إيه؟ قال لك طيب هيبقى في نباتات طبيعية وإيه يا ولاد؟ والمحاصيل الزراعية بتنمو في الفصول الشتوية. اقتراب جبال البحر الأحمر من الساحل الشرقي في كل من مصر والسودان وإريتريا. قال لك ضيق السواحل الشرقية المطلة عليه. امتداد العديد من الأنهار بقارة أفريقيا.
اصبحت يا ولاد من تربتها خصبة صالحة للزراعة. انا حاسس ان انا عايز اخد بريك، ناخد بريك شوية. يلا نكمل. والله حاسس ان انا تعبان ومتخوف. يتشابه الانحدار العام في كل من هضبتي شمال افريقيا والبحيرات الاستوائيه اللي هل بيقول لك هات لي دليل على الكلام ده، ان هم منين يا ولاد؟ من الجنوب للشمال. طيب توجد جبال التوائيه واخرى بركانيه في جنوب القاره الافريقيه. طيب قال لك في جنوب القاره انا عندي نوعين، عندي جبال دراكنسبرج ودي جبال بركانيه، وعندي جبل الكاب ده جبال التوائيه. الثورات البركانيه او اثرت الثورات البركانيه في تشكيل مظاهر سطح. يعني عايز يقول لك ايه هي الحاجات البركانيه اللي موجوده. هنبدا نقول له عندنا هضبه بركانيه اللي هي الهضبه الحبشيه او الهضبه الاثيوبيه. تاني حاجه يا ولاد عندنا ايه؟ عندنا الجبال البركانيه. طيب زي ايه الجبال البركانيه يا ولاد؟ عندنا جبل كينيا وكليمنجارو ودراكنسبرج. طيب للاقتصاد الازرق اهميه كبيره. للاقتصاد الازرق اهميه ايه يا ولاد؟ للاقتصاد الازرق اهميه كبيره في حل بعض المشكلات الافريقيه، ان هو يا ولاد بيعمل تحقيق اكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعيه يا ولاد، وكمان بيخلينا ان احنا نحافظ على الموارد المائيه بتاعتنا. طيب قارن بين الهضبه الجنوبيه وهضبه البحيرات الاستوائيه من حيث الانحدار واهم الظاهرات الجغرافيه به. يعني هنقول الهضبه الجنوبيه الانحدار بتاعها نحو ايه؟ ناحيه الشرق بسبب الاخدود الافريقي العظيم يا ولاد. طيب وهضبه البحيرات الاستوائيه احنا اتفقنا ان هي من الجنوب للشمال، كده خلصنا الانحدار. طيب اهم الظاهرات الجغرافيه الهضبه الجنوبيه الاخدود الافريقي العظيم. طيب اما البحيرات الاستوائيه يا ولاد فيها البحيرات العذبه زي بحيره فيكتوريا، يعني على ما اتذكر يعني. السهول الساحليه للبحر المتوسط والسهول الساحليه للبحر الاحمر، بيقول لك قارن بينهم. والله السهول الساحليه للبحر المتوسط في يعني مثلا السهول الساحليه للبحر المتوسط سهول متسعه ما عدا الجزء اللي فيه ايه؟ مغرب والعراق. مغرب والعراق يا ولا وعلى سنين السود، المغرب والجزائر يا ولاد. اما السهول الساحليه للبحر المتوسط البحر الاحمر هي ضيقه بسبب وجود الجبال البحر الاحمر. حدد وجه الشبه بين جبال الكاب وجبال الاطلس، الاثنين جبال ايه يا ولاد؟ جبال التوائيه. طيب ما اوجه الشبه والاختلاف؟ يعني قول لي شبه واختلاف سهول المحيط الاطلنطي وسهول المحيط الهندي يا ولاد. طيب الاثنين يا ولاد هما سهول ساحليه، اما الاختلاف سهول المحيط الاطلنطي مفيش جبال فالسهول بتاعتها سهول متسعه، اما سهول المحيط الهندي يا ولاد هي سهول ضيقه، او سهول الساحليه بتاعتها سهول ضيقه. ليه يا مستر سهول ضيقه؟ بسبب اقتراب الجبال، عندك جبال البحر الاحمر وعندك جبال كينيا وكليمنجارو. ايه وجه الاختلاف بين جبال البحر الاحمر وجبال اطلس من حيث الموقع؟ جبال البحر الاحمر في الجهات الشرقيه اما جبال اطلس في الشمال الغربي. سهول البحر المتوسط في كل من مصر وبلاد المغرب. البحر المتوسط في مصر شمالها مفيش جبال يبقى سهول متسعه، اما المغرب بيبص برضه على البحر المتوسط ولكن شمالها في جبال اطلس، فطالما في جبال يبقى بتضيق السهول. انا حاسس ان انا بقول الكلام هو. طيب السهول الساحلية المطلة على المحيط الهندي في كل من تنزانيا وكينيا. السهول الساحلية المطلة على المحيط الهندي، طيب تنزانيا متسعة وكينيا تبقى ضيقة، وضيقة بسبب ان هي جنبها هضبة ايه يا ولاد؟ هضبة البحيرات الاستوائية. سؤال رقم 14 سؤال يعني جميل جدا، شايف وانا بقول جميل جدا ليه بقى؟ بيقول لك تتميز قارة افريقيا بوجود جبال مختلفة التكوين. ما تقييمك لهذه العبارة مع ذكر السبب؟ هل العبارة دي صادقة ولا غير صادقة؟ ولو صادقة ليه وغير صادقة ليه؟ يعني صح ولا غلط؟ وصح ليه وغلط ليه؟ أنا جايين ننفخك من الآخر، فركز معايا بس أشرب مية. وأنت كمان اشرب مية. طيب مختلفة التكوين قال لك الجبال، فأنا عندي ثلاث أنواع من الجبال، الجبال الالتوائية وجبال بركانية وجبال إيه يا أولاد؟ انكسارية. لو جينا نقول الجبال الالتوائية جبال الكاب في الجنوب وأطلس في الشمال، انكسارية جبال البحر الأحمر وأعلى قمة فيها جبل شايب البنات موجود
في مصر يا ولاد، ونقول الجبال البركانيه عندها كينيا وكليمنجارو ودراو كينزبرج. تتنوع مظاهر السطح فوق هضبه شمال افريقيا. بيقول لك هضبه شمال افريقيا، الهضبه دي يا ولاد هضبه فيها مظاهر سطح كبير. طيب هنقول ايه؟ والصحراء الكبرى في شمال افريقيا، وليه العوينات في دول يا ولاد. ايه هما الثلاث دول بقى؟ مصر، السودان، اريتريا كمان. انت ايه كان نفسك تطلع تامر حسني ولا ايه؟ فوق يا مستر. بصوا يا ولاد، ايه الصحراء الكبرى؟ فهي موجوده في شمال افريقيا. وجبل العوينات، جبل العوينات عينيا 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 عينيا، موجود في مصر والسودان وليبيا. طيب عينيا عايزة قطرة منخفضة للقطارة، موجود في الدولة المصرية. واحد سيوة في مصر، واحد الجوف في ليبيا. طب واحد الجوف في ليبيا، واحد الجوف في ليبيا. طيب هناك ارتباط بين خصوبة تربة الحبشة ونشأة الحضارات القديمة بها. قال لك لما التربة بقت هناك خصبة، انتقلت الطمي يا ولاد من هضبة الحبشة إلى مصر والسودان يا ولاد، وترسب على جانبي النهر، فاديتها الخصوبة. والطمي يا ولاد ده جاي من الطفوح البركانية، فمليان بالمصادر المعدنية. يختلف جبل كليمنجارو في تكوينه عن تكوين هضبة الحبشة. أنا مش قادر أكتب الصراحة، أنا تعبت. أنا الصبح قاعد أسجل واللي عايز يعاركني الصراحة. يختلف جبل كليمنجارو في تكوينه عن هضبة الحبشة. الكلام ده صح ولا غلط؟ هقول له يا مستر انا اسف يا ولاد، المفروض في كل واحدة بقول له عبارة صادقة او غير صادقة. في اول 3 عبارات صادقة. رقم 4 بقى يا ولاد، جبل كليمنجارو جبل بركاني. بيقولك أو بيختلف عن هضبة الحبشة. طب ما هضبة الحبشة هضبة بركانية، يبقى عبارة يا ولاد غير صادقة، لأن الاتنين نشأوا نتيجة إيه؟ نتيجة الثورات، أو يا ولاد الثورات البركانية. تتشابه السهول الساحلية الشمالية، السهول اللي هي إيه يا ولاد؟ السهول في مصر اللي هي بحر المتوسط، مع السهولة الشرقية. مستر ده انت بتتكلم في الشمال البحر المتوسط ومفيش جبال في مصر، فالسهول متسعة. فانا اقول له كده والله في الشمال هي سهول متسعة لعدم وجود جبال، اما في الشرق عندنا جبال البحر الاحمر، فهي سهول ايه يا ولاد؟ سهول ضيقة. بيقول لك ماذا يحدث اذا لم يمتد الغدود الافريقي العظيم في شرق افريقيا؟ لم يتكون البحر الاحمر، خليج عدن وخليج ايه العقبة. طيب انا تعبت، بس خلاص فاضل لنا صفحة اهي وخلاص. احنا كده بقى عندنا قد ايه؟ 17 دقيقة يا عم. طب ده الفيديو اللي فات قعدنا 31 دقيقة. ما العلاقة بين هضبة البحيرات الاستوائية ونهر النيل؟ ايه العلاقة بين هضبة البحيرات الاستوائية؟ اقول له كده يا مستر ان هضبة البحيرات الاستوائية، اكتب ورايا، اكتب يالا. هضبة البحيرات الاستوائية هي منبع دائم لنهر النيل والامطار شتوية. طيب ما العلاقة بين اعلى هضبة افريقيا؟ اعلى هضبة في افريقيا هي الهضبة الحبشية او الهضبة الاثيوبية، والامطار صيفية. دي هضبة ايه؟ بركانية. والتربة الزراعية انا هقول له كده ان هي يا ولاد تربتها خصبة بسبب الطفوح البركانية. فبس كده في التربة والتربة الزراعية في مصر. فالطمي ده يا ولاد بينتقل من هضبة الحبشة وبيترسب فين يا ولاد؟ مع نهر النيل، ويترسب على جانبي نهر النيل، فتبقى التربة زراعية. في أي دولة رقم 17 كل ظاهرة من الظاهرات الجغرافية. يعني بيقول لك دولة إيه؟ هضبة الشطوط في الجزائر، ومنخفض القطارة في مصر، وجبل الكاب جبال الكاب موجودة فين يا ولاد؟ في الجنوب. طب ما أنا مش عارف فين. طب لو بصيت على الجنوب كده هتلاقي إيه يا ولاد؟ جنوب أفريقيا، ودي دولة وهتدرسها الترم التاني بالسكان بتوعها، بمعدل مواليد ومعدل وفيات والتطور اللي حصل فيه. قصة مش هسبقلك الأحداث. شايب البنات، جبل شايب البنات. بيقولك سؤال رقم 18 استبعد العنصر الذي لا ينتمي لمجموعته. جبل شايب البنات، جبال اطلس الصحراء، جبل توبيكال، جبل الكاب. مستر انا مش عارف اجاوب. طيب ما تيجي نشوف التكوين بتاع كل واحد. جبل شايب البنات هو جبل ايه يا ولاد؟ هو جبل انكساري، يعني نشأ نتيجة حركات انكسارية، وجدع ليه علاقة بالأخدود الإفريقي العظيم. يبقى جبل شايب البنات اللي موجود في مصر ليه علاقة بالهضبة الجنوبية، لأنها حصل فيها الأخدود الإفريقي العظيم، بدأ من عندها يا ولاد وبدأ يتجه ناحية الشرق. يبقى دي هضبة إيه يا ولاد؟ يبقى
جبل شايب البنات جبال انكسارية يا ولاد. طيب اطلس التل الالتوائي توبيكال الالتوائي جبال الكاب الالتوائيه، يبقى هي دي كلها جبال التوائيه. يبقى المستبعد يا ولاد جبل شايب البنات، لانها هقول له كده لانه كله جبال التوائيه ما عدا جبل شايب البنات جبال ايه يا ولاد؟ انكساريه. سهول البحر الاحمر، سهول البحر المتوسط، سهول نهر النيل، سهول المحيط الاطلنطي، كلها سهول ساحليه ما عدا سهل نهر النيل سهول ايه؟ فيضيه. ماشي فاهم؟ طيب أكبر الظواهر التضاريسية امتدادا في أراضي الدولة العربية الأفريقية. بيقول لك أكبر الظواهر كتضاريس امتدادا في أراضي الدولة العربية. جبال أطلس موجودة في 3 دول. جبال البحر الأحمر موجودة فين يا ولاد؟ فين وفين؟ موجودة في مصر والسودان وإريتريا، فمصر والسودان عربية، إريتريا مش عربية. هضبة شمال افريقيا فعلا صح. ليه هضبة شمال افريقيا يا ولاد؟ لان هضبة شمال افريقيا يا مستر، هضبة شمال افريقيا هي موجودة في الجزء الشمالي لقارة افريقيا، وكل معظم دول العربية الافريقية موجودة في الشمال. على فكرة احنا بنحل اسئلة تميز. تختلف سلسلة جبال اطلس عن سلسلة جبال البحر الاحمر. يعني جبال اطلس في الشمال الغربي، جبال البحر الاحمر طب تعالى نعرف ايه بقى. تعالى عدد الدول اللي مر فيها جبال اطلس ماشيه في 3. انا زهقت من كتر ما بقولهم، فانت قولهم. ايه يا ولاد بقى؟ ايه هما؟ مغرب، جزائر، تونس. طيب اما البحر الاحمر في مصر واريتريا والسودان، يبقى في عدد الدول مش نفس الدول، لا عدد. يعني دول 3 ودول 3. طب ما هو كده دول متفقين مش مختلفين. الاثنين يا ولاد سواء جبال اطلس او البحر الاحمر الاثنين في شمال دائره الاستواء. هو ما قالكش شمال قاره افريقيا، قال لك شمال دائره الاستواء، فالاثنين في الشمال فعلا، يبقى متشابهين فيه. طيب وجودهم بالقرب من مسطح ماء. جبال البحر الاحمر قدام البحر الاحمر، وجبال اطلس عند البحر المتوسط وعند المحيط الاطلنطي. طيب اذا متشابهين في كده. اما دي في امتداد الجغرافي. مستر انا مش فاهم. جبال البحر الاحمر يا ولاد كده بالطول، اما جبال اطلس بالعرض. فاهم؟ يبقى في الامتداد الجغرافي. في الامتداد ايه يا ولاد؟ في الامتداد الجغرافي. تمتد جميع الظواهر التضاريسية التالية بمحاذاة سواحل بحرية ويخرج عنها. يعني كل الظواهر التضاريسية التالية تأتي بمحاذاة سواحل بحرية ويخرج عنها مين يا ولاد؟ أطلس التل ماشي، جبال البحر الأحمر ماشي، جبل الإركاب ماشي، أما جبال كونيا جبال كينيا جبال كينيا احنا قاعدين نقول من صباح ربنا من اول الفيديو ده ان جبال كينيا يا ولاد جبال كينيا جنب هضبة البحيرات الاستوائية، فبتبص على سهول فيضية مش سهول ساحلية. هنا بيقولك سهول بحرية. يرتبط ظهور المسطح المائي الذي يحد مصر شمالا اللي هو البحر المتوسط يعني بالاخدود الافريقي. اقول له طبعا غلط، هو مش شمال مصر، هو شرق مصر. توجد اعلى قمه جبليه بسلسله جبال البحر الاحمر بدوله حبيسه. خلي بالك بقى من السؤال ده، بيقول لك اعلى قمه جبليه في سلسله جبال البحر الاحمر. اعلى قمه جبليه انا عارفها يا مستر، جبل شايب البنات. ايه بقى؟ دوله حبيسه ودوله بحريه ولا هو بيعملوا ايه؟ بص بقى، دوله حبيسه ودوله بحريه يا ولاد. دوله اعلى قمه جبليه في جبال البحر الاحمر هو جبل شايب البنات. جبل شايب البنات يا ولاد ده موجود في دوله مصر. طب دولة مصر ساحلية ولا حبيسة؟ أنا معرفش ومش هخليك تطلعها من الخريطة عشان أنت من طلاب مستر كورولوس. هتجاوبها كده إزاي بقى؟ أنا عارف يا مستر. الدولة الحبيسة دولة محبوسة، ما بيعرفوش يعني يطلعوا مصيف. إحنا لما نحب نطلع مصيف دهب، نويبع، اسكندرية، الساحل الشمالي، فعندنا بدل البحر بحرين، البحر المتوسط والبحر الأحمر، يبقى مش دولة حبيسة. إذا احنا دولة ساحلية. بس بدل ما يقول لك مصر دولة ساحلية ولا حبيسة، بيجيبها لك من طريقة من ناحية تانية خالص. بيقول لك أعلى قمة جبلية في سلسلة جبال البحر الأحمر هي هضبة شايب البنات، فبيسألك 3 أسئلة في سؤال واحد. فعرفت كده شايب البنات. طيب شايب البنات ده موجود في دولة مصر. دولة مصر دولة حبيسة ولا ساحلية؟ ساحلية. فاسألك 3 أسئلة زي نسقة فيه 3 في 1. يتشابه أقصى جنوب قارة أفريقيا
مع اقصى شمالها الغربي في التضاريس. انا عندي في الجنوب عندي جبلين، في الشمال الغربي عندي جبال، عندي جبال درانكنسبرج ودراء وجبل الكاب هنا التضاريس، واللي فوق جبال اطلس برضو يا ولاد. طيب ماشي صح. تسقط الامطار طوال العام في دولة اوغندا. تعالى بقى نشوفها يا ولاد. على فكرة انا عارف ان هي صح. طب تعال نشوف دولة اوغندا. دولة اوغندا هي مصر عند دائرة الاستواء، يبقى الامطار طوال العام، وعند هضبة البحيرات الاستوائية كمان، ودي هضبة فيكتوريا. بحيرة فيكتوريا يا ولاد، فدي الامطار طوال العام فهي صح. فعشان كده بقول لك فيديو خريطة السياسية مهم جدا. التركز السكاني حول معظم سهول نهر النيجر لانها سهول فيضية تربتها خصبة صالحة للزراعة. واخيرا خلصنا الحل، اخيرا. انا مبسوط جدا.